صديق الصفحة بعت رسالة على الناس اللي حواليه اللي بيتكلموا عليه وحش من ظهره. بص يا صاحبي، ما تزعلش نفسك. انا في رأيي ان اكتر خلق ذميم وبيأذي التاجر او الشخص نفسيا هو ان حد يتكلم عليك كلام وحش في ظهرك وهو قدامك ما شاء الله عليه بيقول فيك كلام حلو. ومش شرط تاجر، احنا في زمن صعب، ممكن اخوات يتكلموا في ظهر بعض، ممكن زوجة او اهلها يتكلموا في ظهرك كلام وحش ويظهروك قدام الناس بصورة وحشة. ليه كل ده؟ اللي عايز يقول حاجة يقولها في وش الشخص المغدور او يسكت. انا بسمع قصص وحكايات بتحكي لي لو الواحد ايمانه ضعيف هيقول الدنيا ما عادش فيها خير. انا شفت بعيني وسمعت عن ناس تكون ماشية بالاصول وتتقي الله في حياتها مع القريب والبعيد وبرضه ما سلموش من الاذية. عايز اقول للناس دي اتقوا الله. الخلق ان حد يتبلى عليك في ظهرك في الاسلام اسمه بهتان وعقابه عند الله عظيم. تخيل ان ربنا وصف اصحاب الغيبة اللي اقل من البهتان في الخطورة، اللي هم بيذكروا مساوئ الشخص اللي فيه من وراه، ربنا وصفهم انهم اكل لحوم بشر. ربنا يهدي الجميع وبالتوفيق.